هنعمل النهارده الاكله الشتويه المعتمده لزوم البرد والدفى كده في الشتاء، وهو العدس بالشعريه. اول حاجه مش هنسلقها، جبت معلقه زبده نزلت عليها بصلايه وطماطميتين وثلاث جزرات مقطعاهم، شوحتهم كويس جدا. وبعدين نزلت عليهم بالعدس، بنص كيلو من العدس شوحته كويس جدا معاهم. نزلت عليهم بميه، غمرتهم مرقه دجاج ومعلقه كركم ومعلقه بابريكا، قلبتهم وغطيتهم وسبتهم لغايه ما استووا بالشكل ده. بعد كده طفيت عليهم وجبت الهاند بلندر وهرستهم كويس جدا. لو مش هتهرسيهم بالهاند بلندر حطيهم في الخلاط، بس استني يبرد شويه. وبعد كده جبت حله على النار، نزلت فيها بمعلقه زبده ونزلت عليها بالشعريه 4 معالق من الشعريه، نزلت عليها بمعلقه من هريسه الثوم. تودي العدس دي في حته تانية خالص، الريحه بتاعتها فظيعه جدا. بعدين بعد ما اتحمر ونزلت بالعدس، حطيت معلقه من هريسه الشطه وظبطت الملح وزودته شويه ميه عشان كان سمكه تقيل. وبعد كده غرفته وحطيت عليه معلقه من الزبده البلدي كده، حاجه رائعه، وشويه من البابريكا. وجنب بقى شويه عيش محمصين، جنب بصلايه، جنب ليمون، وبألف